مساء الخير. الحلقة دي على اسم مصر، لأن كتير أوي من الناس نفسها تعرف كلمة مصر دي جت منين ومعناها ايه، وايه هو الاسم الأصح والأدق والأقدم لاسم بلدنا مصر. ودي حاجة طبيعية ومهمة جدا، لأنها ببساطة بتخلينا نرتبط أكتر بمراحل تاريخنا المختلف من قديم لوسيط لحديث ومعاصر. أجدادنا قدماء المصريين سموا المنطقة الجغرافية اللي هم عايشين وساكنين فيها باسم كيميت، يعني الكاملة، واللي هي مصر بجغرافيتها الحالية ديت. وكمان سموها بأسماء تانية بس مش وقتها هنا، وعلشان يميزوا نفسهم عن أي جماعة بشرية تانية برا حدود الأرض ديت سموا نفسهم باسم رمث، بمعنى الناس أو المصريين اللي عايشين في كيميت دي، واللي هم أجدادنا قدماء المصريين. ولما كان في كيميت زمان قوي في دولة قوية قادرة تبسط سيطرتها وسطوتها على حدود كيميت الدولة ديت، وكمان على المناطق الجغرافية المحيطة، قام أجدادنا عملوا حصون مراقبة حدودية على كل حدود كيميت، خصوصا في سيناء. والحصون دي كان اسمها مجر بالجيم المعطشة، يعني الحصن أو الحيطة أو السور، وكمان بمعنى إنك تحوط على الكنز ده. فأول ما كانت الشعوب الأسيوية اللي بتحاول تدخل سيناء إما للهجرة أو للتجارة أو للهجوم على بلدنا، وطبعا كلنا عارفين وفاكرين حوار الهكسوس، كانوا يلاقوا في وشهم دغري الحصون دي.